اسهل من كده مفيش. ده الكايزر اللي عنه ما نستغناش، مش زي بتاع الفران، لا دي حاجه تانية خالص. شايفين كده بيمط ويروح ويجي معاكي، ده ياكد لك ان هو مستوي مظبوط وهش وقطني، واللب بتاعه كده حلو قوي وخفيف. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انا معايا نص كيلو دقيق نزلت عليه بالخميره، حاجه بسيطه من الملح ومعلقه سكر. هنا بقى شفتوا لقيت ايه؟ لقيت البيضه بصفارين ما شاء الله. جيت افتح واحده تانية لقيتها بصفارين، الله اكبر انا مرزقها. فهستخدم منهم واحده بس ما شاء الله، يعني الاتنين باربعة. انا فرحت قوي، يا رب كل البيض يبقى بنفس الطريقة. نزلت بمعلقة من الخل، استخدمت نص كوباية زيت وكوباية من اللبن الرايب او الزبادي البلدي، وهكمل بمية، يعني ميكس ما بين الزبادي والمية. وهخدم العجينة يعني مدة لا تقل عن 10 دقايق كده، وهتبقى معايا عجينة طرية بس مش بتلزق زيادة عن اللزوم. دهنت ايديا كده زيت، وبدأت كده اغطيها بكيس، ودهنت الحله بتاعت العجان من تحت بحاجات بسيطه خالص من الزيت، علشان لما اجي اخرج العجينه ما تبقاش لازقه فيها. وهبدا اركنها كده لمده مثلا نص ساعه مش اكتر من كده. ويا سلام بقى، يفضل اللبن الرايب او الزبادي تكون مخرجاه من الثلاجه، وخصوصا وانت بتعجني في الصيف، بيخلي معاكي العجينه كده مش سايحه ومتبهدله، تبقى قوامها مظبوط. هجيب بقى صينيه الومنيوم وهبدا ادهنها دهنه من الزيت علشان تاخد اللون الحلو اللي شفتوه معايا في البدايه. قطعيها بقى الحجم اللي انت حباه. ده كده متهيالي حجم وسط، لا هي الكبيره قوي ولا هي الصغيره. ما شاء الله حرفيا النص كيلو هيعمل معاكم صينيه حلوه قوي. وبعد كده بقى لما ترصيهم سيبي مسافه بين كل واحده والتانيه. وهنا شايفين انا بس بلمها كده على بعضها مش اكتر من كده، يعني مش بفردها كتير. ببطن ايديكي كده وابدأي اضغطي ضغطه بسيطه خالص. وهنا اكد لكم ان العجينه ممتازه مليون في الميه معايا. شايفين؟ مش معنى ان انا قلت لكم عجينه طريه تبقى عجينه بتلزق كده في الصيف وتبهدل الدنيا معاكي، لا، ان انت تقدري تكوريها. ولما بخرج السوائل خصوصا في الصيف من التلاجة بتفرق معايا قوي في العجين، غير الشتاء بحب السوائل اللي تعجني بيها بتكون دافيه. هنا هخلص كل الكميه بنفس الطريقه. مهم جدا بقى، يعني خلصتهم وكورتهم رحت على طول سخنت الفرن بتاعي. شايفين؟ هنا بقول لكم قد ايه العجينه معايا ما شاء الله حرفيا كده. علشان كده بتطلع المعجنات لما بتخدميها وتديها حقها في السوائل مظبوط وتخدميها بتديكي نتيجه كويسه. هنا بقول لكم بضغط حاجه بسيطه خالص. مهم جدا بقى ما تسيبهاش تخمر زيادة عن اللزوم في الصيف. الصيف يختلف يا بنات عن الشتاء براحتك، لكن في الصيف لو سبتها زيادة عن اللزوم لما هتدخل معاكي الفرن هتشقق كده من النص، هتبقى عاملة فاصل، لان انت سبتيها خمرت زيادة عن اللزوم. فاهمين قصدي؟ فانا سخنت الفرن، وبعد كده جبت شوية حليب عليهم معلقة عسل اسود ومعلقة زيت. ما عندكيش عسل اسود معلقة سكر، هيساعدك ان العيش ياخد معاكي، او المعجنات في العموم بحب ادهنها كده بالحليب والعسل الاسود افضل من البيض كمان. ورشه كده من السمسم، وده اختياري، وتقدري تضيفي حبه البركه اللي انت حباه. وبدات بقى ادخلهم على الصاجه مباشر درجه حراره 200. هياخدوا معاكي في الفرن بالظبط تلت ساعه، واول ما هيستووا معاكي خرجيهم بخاخ كده ميه، لان المخبوزات في العموم لما بتخرج من الفرن بتبقى ناشفه. فبختهم بالميه وسبتهم بيطروا معاكي، بيبقوا زي الميه حرفيا، وبيطلعوا كده هشين وقطن كده معاكي. الله اكبر، يستحق فعلا منكم التجربه. اللايك والشير يا حلوين علشان اوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. واكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي ايه رايكم. شايفين معايا حرفيا كده طالعين شويه كايزر، يستحق ان انتوا تجربوهم وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. بحاجات سهله وبسيطه خالص، وصدقوني ده احلى بكتير من اللي بتجيبيه من الافران. على الاقل ده كده ليه طعم، كده طعمه حلو قوي، مش حاجه عامله زي الورق كده وخلاص اللي بتجيبيها من بره. وقيمته الغذائيه عاليه جدا لان انا استخدمت له بيض واستخدمت له رايب. وهنا شايفين بقى التسويه بتاعته مظبوطه واخد اللون الحلو ده. فانت مثلا ممكن تحطيه ياخد تسويه معاكي بسرعه 10 دقايق ويطلع عجين من جوه، لا، خليكي كده وسط الحاجه تاخد معاكي تسويه مظبوط. وبعد كده ولعي لها الشوايه وحركي الصينيه هتاخد معاكي لون من فوق. وتقدري لو الفرن بيشتغل مع الشوايه تقدري تولعيهم الاثنين مع بعض، هيدوكي نتيجه هايله ما شاء الله. حرفيا شايفين معايا هش كده وقطني وقلبه كان حلو قوي. وهتشوفوا معايا دلوقتي انا هفتح معاكم وهتشوفوا القلب قد ايه هش وقطني كده وخفيف. اتمنى من الحلوين اللايك والشير علشان يوصلكم مني كل جديد. وهنا البيضه عامل مهم جدا، بتساعدك ان هو يبقى هش وخفيف كده معاكي. العمايل البيتي مفيش احلى منها. زي ما انتم عارفين الحاجات دي في الافران بيستخدموا لها محسنات غير الخميره اللي احنا نعرفها، مواد بتكون ضاره. ربنا يعافينا يا رب. واتمنى ان انتم تجربوا الطريقه دي
وتقدروا كمان تضيفوا معلقة صغيرة من البيكنج باودر هتفرق معاكم. ولو أول مرة بتشوفوا قناتي أنا فاتن الجندي، تسعدني المتابعة أكيد، وأشوفكم يا رب على خير. مع السلامة يا حلو.